عسلامة، مرحبا بكم. إن شاء الله يا ربي الناس كل تكونوا في ألف خير. اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفة جديدة. نتصور راي الناس كل تعرفها اللي هي رفيس بالتمر، وفما زادة المبتدئات في الطبخ ماذا بيهم يتعلموا. هاني جيتكم بالوصفة متاعها، راهي سهلة. أنا باش نعملها بالملاوي والنتيجة روعة روعة روعة، بخلاف يعني البنة والمنفعة. تغنيكم بالحق على اللمجة متاع الشارع. قبل كل شيء نصليوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالطبيعة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالنسبة للعجينة أنا راني باش نعملها بالملاوي، يعني نفس الطريقة متاع الملاوي العادية متاعنا. باش نعمل كيلة سميد وكيلة فارينة، تنجموا تعملوا سميد أكثر وإلا تعملوهم نفس الكمية. عملت نصف مغرفة متاع أكل ملح، وباش نعجن بالماء الدافي. ماذا بيكم تعجنوا بالباهي وتخلوها ترتاح. كما قلت لكم راهو الرفيس فما شكون يعملوا بالخبز المبسس، يعملوا سميد أكاهو ويبسوه بالزيت وشوية هكا رشة ملح ويعجنوه بالماء الدافي ويطيبوه، يعني خبز مبسس على الطاجين وبعد يفتفتوه. أنا الحق نحبذ الرفيس بالملاوي، يعجبني والدنيا أذواق وكل واحد كيفاش يحب. بالنسبة للي يحبوا الرفيس بالملاوي هاني جيتكم اليوم بالوصفة. كما تشوفوا راهي سهلة ما فيها حتى شيء. تنجموا تحضروها فطور الصباح وإلا لمجة لوليداتكم تحطوها لهم في الروضة، في اللانش بوكس متاعهم. تحطوا لهم شوية رفيس، خير من البسكوي وخير من الكيك متاع الشارع بألف مرة. تعرفوا التمر توا وقته ما شاء الله، يعني موجود. تمر تونس ولا الجنوب يعني بالذات، خاطر هو تمر موجود في الجنوب التونسي، أنواع مختلفة. ما شاء الله خيرات من عند ربي، إن شاء الله ربي يديمها نعمة. والأسوام احنا في تونس عنا في بنزرت، فما 5000 6000 فما ب7000. هذه هي الأسوام يعني حسب ما أنا ريت. أسوام معقولة، معناتها ماهوش غالي برشا، باهي. نجموا الناس كل تشريو من توا ولدكم وتخبوها لرمضان. بالنسبة لي أنا كيفاش نستحفظ على التمر، نحطه في دبوزة متاع ماء ونحطه في الفريجيدير، ماهوش كونجيلاتور. نحطه في الفريجيدير وإلا حكة متاع تابروير، وإلا حكوك بلاستيك زاد، المهم في بلاصة باردة في الفريجيدير راهو يصبروا لكم ما يصير له حتى شيء. باهي توا كملت عجنت الملاوي باش ندهنها بشوية زيت وباش نخليها ترتاح. نجموا راهو زادة تلموها لمان، الفايدة انه العجينة ترتاح، خاطر كيف تحلوها ديريكت ما تعطيكمش الطوع، يعني ما تتحلش بالباهي. نجموا حتى تحضروها في الليل العجينة، وتعرفوا تو الدنيا بردت يعني عادي حتى تحطوها لبرا في الكوجينة، تغطوها وتحطوها لبرا راهو ما يصير لها حتى شيء. انا ساعات نعملها نحضر عجينة الملاوي ونحطها في الكوجينة لبرا مش في الفريجيدير، وفي الغدوة صباح طيبها لهنا. باش نخرجوا فاصل شوية باش نعطيكم طريقتي في الحفاظ على الخضرة. هذيك كرافس اللي حطيته في الحكة البلار راهي طريقة ناجحة 1000%. جربوا حطوه يبقى لكم مدة طويلة ما يصير له حتى شيء. وإلا لهنا هذا معدنوس، قصيته من غير ما غسلته وحطيته كما تشوف بابي اسويتو، غلفت بها الحكة ونغطيه زاده بشويه بابي اسويتو ونحطه في الفريجيدير يعاونني صباح باش نحضر اومليت للاولاد مثلا. نلقى عندي المعدنوس مقصوص وامور واضحه، جوست نغسله فقط ونستعمله. جربوها الطريقه هذه ورحموا لي على والدي. باهي توا نرجعوا للرفيس متاعنا. لهنا عندي شويه تمر نحيت له النواه متاعو. بالنسبة للتمر ننصحكم تمسحوه مسحان يعني من غير ما تغسلوه، خاطر هكاك ينجم يقراص لكم، يعني كي تحطوه مع العجينة ينجم يقراص لكم. هذاك علاش ننصحكم تمسحوه فقط، تنحولوا النواه ومن بعد هنا مع بعضنا في الفيديو باش تشوفوا الطريقة بالضبط. لهنا العجينة خليتها ارتاحت نص ساعة. توا باش نحلها، باش نحط يعني كعبورات صغار. فضلا وليس امرا، بالطبيعه ديما ندلل عليكم اللي مازال مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس باش كيف نهبط فيديو جديد يوصلك اشعار وما يفوتك حتى شيء.
تنجموا انتم اذا كان باش تعملوا كمية كبيرة تعملوا يعني تعجنوا اكثر، تعملوا اكثر مثلا كيلو سميد وكيلو فارينة يطيحوا لكم ما شاء الله. انا عملت تقريبا 300 غرام سميد و 300 غرام فارينة. كيما تشوفوا لهنا باش نحلها ندهنها بالزيت ونطويها على 4. هذه هي طريقة الملاوي. الحقيقة أنا نموت عليها الصباح، نطيبها بريسك يوميا، حتى ولادي يحبوها، يعملوا بها ساندويتشات مالحين شوية طن وهريسة وجبن. ما شاء الله يعني بالحق تغنيهم على اللمجة متاع الشارع. ديما حاجة الدار ديما صحية خير وأنظف واقتصادية. تخافوش لهناك العجينة تتقطع لكم هكا ولا تحل، ما تخافوش خاطر ديجا باش نطويها. نكمل الكعبات الكل بنفس الطريقة، وبالطبيعة نبدأ بأول وحدة، يعني نطيب أول وحدة أطويتها على 4. هذيك اللي بديت بها الأولانية هي اللي نطيبها الأولانية. أنا ديما نحل الملاوي بزيت زيتون الحق، منحبش نحلها بالزيت النباتي. هنا يعني بالطبيعة حطيت الطاجين يسخن اللي باش نطيب عليه، لازم يكون سخون وسخون على الاخر، وبعد كي باش تطيب نقص شوية في الغاز. هو العجين لما حالة يحب النار القوية، اما ميسالش يعني المهم الطاجين يبدا سخون، سخنوه بالكدا ومن بعد حطوا عليه الكسرة والا الملاوي والا الخبز يعني باش طيبوه. هنا كما شفتوا حليتها وحطيتها على الطاجين، نخليها حتى لين تبيض من جهة الوطنية ونقلبها، وهكاكا نكملهم الكعبات الكل. هنا كملت طيبتهم الكعبات كلهم، وباش نبدأ نفترشهم. فترشهم يعني نقصهم قطع صغيرة بيدي، خاطر فما اللي يتفرجوا فيها اخواتنا من الجزائر ومن مصر من برشا دول ما يفهموش، يعني فما كلمات ما يفهموهمش. كما تشوفوا باش نبدا نفترش فيها بيدي هكاكا طروف صغار حتى لين نكملها الكل. كيف ما شفتوا راهي سهله ما فيها حتى شيء، وصدقوني بنينه على الاخر. انا ولادي يحبوها الحقيقه، يحبوها برشا، وعاونتني يعني باش نبعدهم على الحاجات متاع الشارع، الفطورات ما عندها حتى منفعة، الكيك والبسكوي وكل الحاجات هذيك والعصير. هذه حاجة طيارة الحق، وننصحكم بها. كما تشوفوا لهنا البنات حاولت نسرع في الفيديو باش ما يطويلش عليكم. هي راهو ماذا بيكم حاجة نسيت ما قلت لكمش عليها، ماذا بيكم تفترشوها الملاوي وهي مازالت سخونة، خاطر إذا كان بردت راهو ما تعاونكمش يعني في العجنان، خاطر من بعد باش نعجنها هي وتمر كيف تبدا سخونة خير. ردوا بالكم تخلوها حتى لين تبرد. لهنا أنا زدت شوية زيت زيتونة وزدت شوية سكر، فما شكون يطيب لها الشحور، أنا الحقيقة ما نحبش. عجبتني الطريقة هذه سهلة، باش نبدا نعجن بيدي كما تشوفوا، واذا كان حسيتوها تستحق شويه زيت تزيدوها. انا زدتها شويه زيت حتى لين تعجنت لي وحسيتها تلمت هكا شويه. نجموا حتى تقدموها العشيه مع في صحافي هكا صغيرونين تزينوهم بالفاكهه وتقدموهم مع قهوه، مع القهوة وإلا عصير وإلا تاي،
حتى يصلحوا يعني حتى في عشوية، مش بالضرورة فطور الصباح، وإلا تحلي في الليل بعد العشاء. كما شفتوا لهنا حسيتها مازالت تستحق الزيت، زدتها شوي. كما شكون زاد يحط لها الشميع، انا نحبها هكا بسيطة، مكوناتها بسيطة، محبيتش نكثر لها برشا مكونات. وتوا باش نحطها في صحن للتقديم. وبالطبيعة تنجموا تزيدوها الفاكهة، كان اي فاكهة عندكم، تنجموا تزيدوا جلجلان، لوز، بفريوة، اكاجو، كيما تحبوا معناتها اللي موجود عندكم. انا لقيت عندي شوية هكا لوز وشوية فاكهة من الارشيف جبتهم وزدتهم للرفيس متاعي. وبالطبيعة زينتها بشوية تمر زادة. أولادي شاخوا عليها وعجبتهم ما شاء الله. ننصحكم تجربوها بالطريقة هذه، راهي ياسر بنينة ومغذية بكلها منفعة للكبار والصغار. وما تنساوش بالطبيعة نتدلل عليكم تحطوا لي جيم واللايك وإلا اللايك، وبالطبيعة الاشتراك في القناة. وكان عندكم اقتراحات أخرى مرحبا بكم، راني نقبل النقد البناء. مرحبا بكم ويعطيكم الصحة على المشاهدة وبارك الله فيكم. نحب نشكر الناس اللي دخلوا جدد لقناتي، بالرغم مانيش يعني كل يوم نهبط، أما فما ناس صدقوني قاعدة تزيد وتشترك في القناة. بارك الله فيكم ويرحم والديكم ويعطيكم الصحة على التشجيع، وهذاك اللي خلاني نزيد نهبط كل مرة هكا نقرر باش نبطل، أما ندور ونعاود نرجع نهبط فيديوهات. نشكركم من كل قلبي، بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. وماذا بيا تعاونوني بالمشاهدة، تشاهدوا الفيديو كامل باش نكمل السوايع متاعي. لهنا كملت المسفوف متاعي كما شفتوه بسيط، ما فيهوش برشا مكونات وبكله منفعة. حاجة أخرى ننصحكم بها، ردوا بالكم تغطوه وهو سخون، خاطر التمر ينجم يقراص. ثم بقى لي كان نقولكم إلى اللقاء وباي باي.